مفيش بطل هنا، في حد رافض يموت. وده اللي حصل مع الكابتن برودي الطيار المدني الشجاع اللي كان هيضحي بنفسه عشان ينقذ الركاب. كمل معانا عشان تعرف القصة كاملة. بيدخل برودي المطار وهو مستعجل لأنه متأخر على الرحلة بتاعته. الرحلة بتكون من سنغافورة لطوكيو، وبيقود برودي الرحلة دي عشان يرجع لأهله في طوكيو. بيجيله اتصال من بنته دانييلا، بتكون بتطمن عليه وبتتأكد لو فعلا هيلحق الرحلة، وبيقول لها أيوه هلحق، وإن المسافة كلها حوالي 18 ساعة وإنه لسه معاه وقت ومش هيتأخر عليها. وده بيأكد لنا إن برودي هدفه الأساسي من الرحلة إنه يروح لأهله ويشوف بنته. وبيبدأ يستعد برودي عشان الرحلة. بيوصل للطيارة بيلاقي صامويل مساعد الطيار مستنيه. بيعتذر برودي على التأخير. بيرحب صامويل ببرودي وبيقول له هابي نيو يير. بيسأله برودي هو منين. بيرد صامويل إنه من هونج كونج وإنه في أكاديمية التدريب المدني للطيران. وبيقول له برودي إنه اسكتلندي وإنه كان في السلاح الجوي الملكي البريطاني من سنين. بيقول له صامويل إن الجو مش مستقر، وبيراجعوا مسار الرحلة سوا وبينظموا خطة الإقلاع عشان يتجنبوا صعوبة الطقس. بتدخل عليهم بوني المضيفة وبتبلغ برودي إنه مطلوب عند البوابة، فبيروح وراها. بيلاقي ضابط بيبلغه إن في سجين جاسبر هيكون معاه على الرحلة، وإنه هيكون متكلبش، وإنه هيكون معاه لحد طوكيو وهيراقبه كويس. فبيسأله برودي لو السجين خطير. بيرد الضابط وبيقول له إنه قاتل محترف وإنه كان هربان ومتخفي باسم تاني. بيقلق برودي وبيقول للضابط إن الطيارة فاضية والرحلة ما فيهاش ناس كتير. ده هيلفت الانتباه وهيقلق الركاب، وهو مش عاوز يسبب خوف او قلق ليهم. بيبلغوا الضابط انه ملزم يوصلهم معاه الرحله وانه ما عندوش اي خيارات تانية. بيضطر يوافق برودي وبيطلب من الضابط انه يكون بعيد عن الركاب وما يسببش ليهم اي خطر. بيروح برودي للمضيفات ويتاكد انهم جاهزين للرحله. بيبداوا يدخلوا الركاب وبتقول لهم بوني التعليمات، وبتبدا الرحله وبتكون الرياح شديده. وبيحاول برودي التواصل مع وحده الطيران، لكن الاتصال بيكون صعب عشان الجو، وبتكون الرؤيه صعبه في الجو ده وفي مطبات هوائيه كتير. فبيحصل هزه كبيره في الطياره بتسبب خوف للركاب. بيسيطر برودي على المطبات وبعدها بيروح يطمن على الركاب وبيأكد على المضيفات ان محدش يقوم من مكانه مهما حصل. وفجأة بيحصل صعقة جوية وبيحصل هزة اكبر في الطيارة وبيتخبط برودي وبيتصاب، ولكنه بيرجع بسرعة على غرفة القيادة وبيبلغ صامويل ان في اعطال في الكترونيات الطيارة. بيحاول برودي يتواصل مع الوحدة ولكن مفيش اي اتصال، وبيقول له صامويل ان مفيش طاقة في الطيارة وده تسبب في قطع النور عن الطيارة كلها. بيحاول برودي تاني التواصل مع الوحدة وبيبلغهم انه مش شايف حاجة بسبب الجو ومش عارف هما فين بالظبط، بس للأسف بيفقدوا الاتصال. وكمان الطيارة ما فيهاش اي طاقة، فهيضطروا يستخدموا البطارية الإضافية، وده هيديهم وقت إضافي 10 دقايق بالظبط عشان يقدروا يهبطوا بالطيارة قبل ما كل الطاقة تخلص وتقع بيهم الطيارة وما يقدروش يتحكموا فيها. بيحاول برودي وصامويل يتحكموا في الطيارة وبيستخدموا الخريطة اليدوية عشان يحاولوا يعرفوا المكان اللي هم فيه ويشوفوا مكان آمن يهبطوا فيه. الوضع بيزيد سوء وبيحاول برودي الهبوط. بيكون فاضل 5 دقايق بس قبل ما تخلص البطارية الاحتياطية، وبيكون الضابط بيحاول يبعت رسالة ولكن الموبايل بيقع منه وبيحاول يقوم يجيبه، وبتروح مضيفة عشان تمنعه ولكن للأسف بيتخبطوا وبيفقدوا الوعي. بيخرج برودي من العاصفة وبيكون باقي 3 دقايق بس. بتسأله بوني تقول ايه للركاب، فبيقول لها تبلغهم انهم هيهبطوا في البحر. تخرج بوني وتبلغ الركاب ان الطيارة هتهبط في البحر وانها مجهزة لده وانهم يستعدوا للسقوط. وبيكون برودي وصامويل متوترين وبيفكروا في اهلهم اللي ممكن ما يشوفوهمش تاني، ولكن بيحاولوا على قد ما يقدروا انهم يوصلوا للارض بامان. وفجأة بيشوف برودي الارض على بعد مسافة من البحر وبيكون عنده امل انه يوصل للارض وما يهبطش في البحر. بيكون فاضل 90 ثانية على البطارية. بيكون بيدور على مكان يهبط فيه ولكن الارض لسه بعيد. بيكون فاضل 20 ثانية فبيقرر برودي انهم يهبطوا في البحر، ولكن بيشوف الطريق على اخر لحظة. بيكون الوقت خلص والمحركات عطلت. بيحاول صامويل يشغل المحركات يدوي وبينجح برودي وصامويل انهم يوصلوا للطريق ويهبطوا على الارض، وبتكون الطيارة هتولع. فبيروحوا يخرجوا الركاب منها بسرعة وبنلاقي للاسف ان المضيفة والضابط ماتوا. بنروح لوحدة الطيران بنلاقيهم بيحاولوا يتواصلوا مع الطيارة لكنهم فقدوا التواصل، وبتكون اخر احداثيات عندهم انهم فقدوا الطيارة في مكان غرب الفلبين. فبيقرروا انهم يستدعوا رئيس الوحدة ديفيد. بنرجع لبرودي والركاب بيكون عندهم شوية كدمات وجروح بسيطة وبيحاولوا يشوفوا شبكة في تليفوناتهم لكن المكان ما فيهوش اي شبكة. تسأل بوني برودي عن السجين هيعملوا معاه ايه بعد ما الضابط مات وهل هو خطر عليهم. بيرد برودي ويقول انه اول مرة يتعامل مع موقف زي ده وان الضابط قال له انه خطير ومحترف. فبيقرروا انهم لازم يراقبوه ويخلوه بعيد عن الركاب. وبتديله بوني مفاتيح الكلبشات
اللي خدتها من جثة الضابط. بيروح برودي للركاب اللي فضلوا يزعقوا ويسألوا هما فين وايه اللي حصل، فبيهديهم برودي وبيشرح لهم اللي حصل في الجو، وان العاصفة والصاعقة كانوا شداد، وان كل ده غصب عنه، وانه بذل كل جهده في انه يحافظ عليهم، وانه للاسف مفيش اي وسيله لطلب المساعده، وانهم لازم يهدوا عشان يقدروا يشوفوا هيعملوا ايه. وبيطمنهم ويقول لهم انه هيعمل كل اللي في وسعه عشان يخرجهم من هنا بسلام. بنروح للوحده، بيكون رئيس الوحده وصل وبيزعق ازاي يوافقوا ان الرحله تطلع في الجو ده، وبيقول لهم ان كل دقيقه بتعدي مهمه، لان ممكن تكون الطياره وقعت في البحر او اتحطمت. فبيقول لهم ديفيد ان الفلبين مش امنه، وانه لازم يبعت فريق انقاذ هم اللي يدوروا على الطياره. بنرجع للركاب بنلاقيهم خدوا شنطهم بيحاولوا يكونوا اهدى، وبيسالوا برودي ليه ما يقدروش يستنوا في الطياره رغم انها امنه وجافه وهو جوه. بيرد برودي ان من غير تكييف وهوا جوه الطياره هتكون سخنه من الشمس ومش هيكون في تنفس كويس ولا تهويه، فعشان كده وضعهم بره الطياره افضل مع المخيمات اللي هيعملوها والهوا. وبيقول لهم يتقاسموا الاكل والميه والادويه لو حد احتاج. وبيروح لجاسبر وبيتكلم معاه، بيقول له انه مش عارف المفروض يعمل معاه ايه، بس لازم يحافظ على امان الركاب. فبيطلب منه جاسبر انه يفك الكلبشات، ولكن بيرفض برودي وبيسيبه ويمشي. بيروح برودي وسامويل للطياره وبيحاولوا يصلحوا عطل الطاقه، وبيلاقوا ان كل معدات الطياره قديمه حتى البطاريات وجهاز اللاسلكي. وبتيجي بوني وتقول له انهم فضوا الطياره من شنط الركاب وباقي بس الجثث وشنطهم، فبيعتذر منها وبيقول لها انه هيتولى الباقي. وبيدخل برودي الطياره وبيغلف الجثث وبينقلهم من مكانهم، وبيكون بيعيط وحزين عليهم. وبيشوف شنطهم واللي فيها، بيلاقي سلاح مع الضابط وبياخده ويخبيه معاه. وبيخرج لسامويل وبيحاول يحددوا على الخريطه هم فين، وبيكتشفوا انهم في جزيره جولو، وانها جزيره خطيره بيحكمها مجرمين وناس خطر، ومفيش اي شرطه او حكومه هنا، وانها بعيده عن مسار الطياره، وانهم محتاجين معجزه عشان الوحده تلاقيهم، وانهم مش في امان هنا وحياتهم في خطر. فبيطلب منها برودي ان الموضوع ده يفضل بينهم ومحدش من الركاب يعرف. وبيكون في واحد من الركاب بيصور فيديو وبيحكي اللي حصل، وبيروح يصور جاسبر، فبيقوم السجين ويضربه ويقول له ما تصورنيش. وبيجري الكابتن عشان يلحق الموقف، وبيعرف ان جاسبر خاطر على الركاب ولازم يبعدوا عنهم اكتر. وبنروح للوحده، بيكونوا لسه بيحاولوا يوصلوا للطياره، وبيطلب ديفيد انهم يبحثوا بالاتصال المرئي. بنرجع لبرودي بنلاقيه بيغير هدومه عشان هيروح يدور على مكان يبعت منه اتصال، وبيكون قرر انه يفك جاسبر وياخده معاه، لان حتى لو هرب هيكون بعيد عن الركاب وهيكونوا في امان. وبيروح للركاب ويبلغهم بالوضع ويقول لهم انهم في جزيره في مكان قريب من الفلبين لسه ما يعرفوش فين، وان فرق الانقاذ والبحث هتاخد وقت طويل عقبال ما توصل لهم، ولازم يحافظوا على الاكل والميه لاطول وقت ممكن، وانه هيحاول يدور على اقرب مكان فيه اتصال عشان يبعت اشاره لفرق الانقاذ ويوصلوا في اسرع وقت، وانهم لازم يخلوا بالهم كويس. فبيعرض عليه حد من الركاب انه يروح معاه، ولكن هو بيبلغهم انه هياخد جاسبر معاه. وبيروح وبيفك جاسبر وبيروحوا سوا عشان يدوروا على برج الاتصال. وبنلاقي واحد من مكان قريب للجزيره بيجري عشان يبلغ حد من العصابه حكام الجزيره ان في طياره هبطت، فبيسالوه لو طياره عسكريه، بيقول لهم لا. وبنروح لدانييلا بنت برودي، هي وعمتها بيسمعوا الاخبار اللي بتقول انهم فقدوا الطياره اللي ابوها فيها، وبيحاولوا يدوروا عليها ولسه مش عارفين اذا كانوا عايشين ولا ماتوا. بتكون دانييلا مصدومه ومش مصدقه، بتحاول تتواصل مع ابوها برودي لكن ما بتعرفش. وبنرجع لبرودي وجاسبر بيكونوا ماشيين وبيدوروا على برج الاتصال، وفجاه برودي مش بيلاقي جاسبر وراه، فبيتوقع انه هرب وبيكمل رحله البحث لوحده. وبنلاقي ديفيد بيقرا السيره المهنيه بتاعت برودي وبيعرف انه كابتن ماهر وبيخاف على الركاب اللي معاه، وبيبذل كل جهده عشان يكونوا في امان. في الوقت ده سامويل بيحاول يصلح اسلاك الطاقه، وفعلا الطاقه بترجع تشتغل تاني. وبيكون برودي وصل لمكان الاتصال، لكن المكان بيكون مهجور وشكله كمان مش آمن. فبيخرج برودي سلاح الضابط اللي معاه وبيستعد لمواجهة أي خطر في المكان، وبيلاقي فعلا وحدة اتصال ولكن بتكون السلوك مقطوع، فبيحاول يصلحها. في الوقت ده بيكون ديفيد بعت طيارة تدور على طيارة برودي وهيوصل المنطقة خلال 3 ساعات. بيصلح برودي السلوك فعلا وبيتصل بوحدة الإنقاذ عشان يبلغ، ولكن الموظفة اللي بترد عليه ما بتصدقش وبتطلب منه رقم هويته كإثبات، ولكن للأسف ما بيكونش معاه الهوية، فبتقفل الخط. فبيتصل بدانييلا بنته ويقول لها مكانهم ويقول لها تبلغ وحدة الإنقاذ. وفجأة وهو بيتكلم بيجي راجل من ظهره وبيضربه، وبيفضلوا يتخانقوا سوا لحد ما برودي بيقتله. وبيسمع صوت حد جاي فبيستخبى برودي، وبعدين بيلاقيه جاسبر وبيديله جاسبر سلاح، وبيتحركوا من المكان. وهم خارجين بيلاقوا كاميرات عليها فيديوهات متصورة لرهاين، فبيعرفوا ان العصابة اللي على الجزيرة بتاخد اللي بيجوا هنا رهاين ويصوروهم ويطلبوا بيهم فدية.
ولو ما بعتوهاش بيقتلوهم. فبيتحرك برودي وجاسبر بسرعة عشان يلحقوا الركاب، لكن العصابة بتوصل قبلهم وبيقتلوا واحد ومراته من الركاب وبياخدوا الباقي رهاين. وبيكون برودي عايز يلحقهم، لكن بيمنع جاسبر برودي انه يهاجم العصابة لانهم عدد كبير. تمشي العصابة بالركاب وبيسيبوا 2 من العصابة هناك عشان لما برودي يرجع، وبيهجم برودي وجاسبر على رجالة العصابة وبيقتلوا واحد وبيعرفوا من التاني خدوا الركاب فين. وبيقول برودي انه لازم يلحقهم وانه مش ضامن لو في مساعدة هتجيلهم وانهم الركاب بتوعه ومسؤوليته. وبنلاقي ديفيد بيسمع اتصال برودي وبيقول انه اتصل ببنته بعدها وبلغها بمكانه وانهم هيدوروا على الطيارة في المكان ده. يدخل برودي الطيارة بيلاقي الطاقة شغالة وبيعرف ان سامويل صلحها، فبيبعت ارسال للوحدة وبيسيب الهوية بتاعته والقميص وبيتكتب عليه مكان الركاب الرهاين. وبيتحرك هو وجاسبر على مكان العصابة وبتوصل الوحدة للطيارة بالتصوير المرئي وبيبلغوا رجالة الانقاذ بمكانها. لكن للأسف الجزيرة دي الحكومة الفلبينية ملهاش اي سلطة عليها واللي بيحكمها العصابات وتجار السلاح. وبيوصل برودي وجاسبر على بعد كيلو من القرية وبيركنوا العربية وبيمشوا وبيحاولوا يخططوا هيعملوا ايه. وبيكون رجالة الانقاذ وصلوا للطيارة وما بيلاقوش حد من الركاب هناك، وبيلاقوا القميص بتاع برودي اللي كتب عليه مكان الرهاين. وبيكون برودي وجاسبر بيحاولوا يدخلوا قرية العصابة وبيبدأوا يقتلوا اللي يلاقوه في طريقهم عشان يعرفوا يوصلوا للركاب. وبيوصلوا للبيت اللي فيه الركاب وبيقتلوا الحارس اللي هناك وبياخدوا المفاتيح وبيخرجوا الركاب وبيركبوا الباص. ولكن بيكون في مجموعة كبيرة من العصابة على الطريق معاهم سلاح، فبيقرر برودي انه هيسلم لهم نفسه عشان يشتتهم ويقدر باقي الركاب يمشوا بالباص. وفعلا بيسيبهم ويروح للعصابة وبيضربوه وبيحاولوا يقتلوه، لكن بتيجي فرقة الانقاذ وبتلحق برودي وبيدوله القميص كدليل انهم معاهم وبتقتل ناس من العصابة وبتنقذ برودي والركاب. ولكن طيارة الانقاذ هتوصل بعد يوم، وده وقت طويل جدا ليهم وهيكون صعب انهم ينجوا بعد ما قتلوا جزء من العصابة. وبتكون دانييلا منهارة وخايفة على ابوها وبتقرر تصور له فيديو عشان تقول له قد ايه هي بتحبه وانها خايفة ومستنياه يرجع البيت. وبيوصل فريق الانقاذ وبرودي للطيارة وبيتكلم برودي مع الركاب وبيقول لهم انه هيطير بيهم بالطيارة وانهم ما عندهمش حل تاني عشان يخرجوا من هنا بسلام قبل ما توصل باقي العصابة. وبيطلع الركاب للطيارة ما عدا جاسبر وبيودع جاسبر برودي وبيشكره. وبيتفق برودي مع فريق الانقاذ انهم يركبوا اول ما المحركات تدور. وبيحاول برودي انه يصلح الفرامل، ولكن بتهجم عليهم العصابة وبتحاول تموتهم وبيحصل اشتباك بينهم وبين فريق الانقاذ وبيساعدهم جاسبر. وبيتصاب برودي في رجله لكنه بيكمل وبيطلع الطيارة وبيشغل سامويل المحركات وبيركب فريق الانقاذ وبيهرب جاسبر بشنطة الفلوس. وبيتواصل برودي مع الوحدة وبيطلب منهم التوجيهات لان نظام الملاحة على الطيارة عطلان. وبيبدأ الكابتن في الطيران، ولكن العصابة بتجري وراهم بالعربية وبتحاول تفجر الطيارة بالصاروخ، لكن جاسبر بيقتل اللي ماسك الصاروخ. وبيحاول رئيس العصابة انه يفجرها بصاروخ تاني، ولكن برودي بيطير بأقصى سرعة وبيقتل رئيس العصابة. وبيوصل عدد كبير من العصابة وبيحاولوا يضربوا الطيارة، ولكن بيكون برودي طار خلاص وبيحاول انه يسيطر على الطيارة، ولكنه بيفقد المحرك اليمين للطيارة. فبيرجع يتواصل مع الوحدة ويطلب منهم انهم يلاقوا مكان آمن يهبط فيه لان الطيارة هتقع. وفعلا بيبلغوه بنقطة هبوط قريبة بيحاول برودي انه يوصل لها بسلام، ورغم انه بيفقد السيطرة على الطيارة لكنه بيوصل لنقطة الهبوط وبيتصدم بالارض وبيحاول يفرمل الطيارة. وفعلا بينجح انه يوقفها على اخر لحظة بامان ويحافظ على الركاب. بتوصل للاسعاف وعربيات الدعم للركاب وبيشكر الركاب برودي على شجاعته. وبتكون اصابة برودي كبيرة وبتطمن عليه بوني وسامويل وبيشكروه وبيقولوا له انهم فخورين بيه. بعدها بيقع برودي في الطيارة وينهار، وبعدين يخرج منها ويكلم دانييلا ويطمنها ويقول لها انه راجع البيت وانها كان عندها حق لما قالت له انه هيتاخر. وفي النهايه شفنا قد ايه ان برودي شخص شجاع ومخلص لعمله ومسؤول، وان كان ممكن يضحي بالناس وينقذ نفسه، لكنه قرر انه يضحي بنفسه ويبذل اقصى جهده عشان ينقذهم ويوصلهم بامان. وده يعلمنا نتحمل المسؤوليه والشجاعه ونخلص لعملنا حتى لو هنضحي بارواحنا. لو القصه عجبتك قول رايك في كومنت، كنت هتعمل ايه لو مكانه؟ ما تنساش اللايك والفولو عشان يوصلك باقي الافلام. سلام.